كان في سؤال جه جالي ليه أول ما تبدأ فرصتك في الجيم تبقى عاوز تصاحب الناس كلها وتسلم عليهم كلهم. بعد فترة من الجيم تحس إن أنت عندك فقدان شغف من ناحية الناس، وإن أنت يعني مش عاوز تقعد تخش تسلم على الكمية دي كلها اللي أنت صاحبتهم في الأول. بتحس إن أنت ندمان على إن أنت صاحبت الكمية دي كلها، وفي فترات تانية بتحس إن أنت لأ، أنا عاوز أسلم على الناس كلها وأتكلم معاهم. الإنسان قبل مئات السنين ما كانش أقوى حد موجود. أيام ما كان في الديناصورات أو الحيوانات الأكبر منه، الإنسان الحجري القديم كان هو أضعف مخلوق موجود وسطهم تقريبا. ولا عنده مخالب، ولا عنده أسنان، ولا عنده حاجة يقدر إن هو يواجه الحياة دي بيها. فكان اللي بيخليه ينجو انتمائه لقبيلة أو لمجموعة من البشر، يقدروا إن هم يصطادوا، يقسموا الأكل، أو يقدروا إن هم يحموا بعض وهم نايمين. ده كله بيعتمد على الانتماء. من هنا العلماء قدروا يفسروا إن الانتماء بالنسبة للمخ يعني النجاة. هو المخ دايما من أول ما يتولد بيبقى دايما حاطط الانتماء إن هو سبيل للنجاة. طيب يا حسام، احنا دلوقتي بقينا في 2026، وبقى عندنا بيوت عايشين فيها، ومبقاش في حيوان زي كده. هل الإنسان لسه زي ما هو محتاج الناس؟ العلماء هنا بيقولوا إن في نظرية اسمها حاجة الانتماء، إن الإنسان حاجة الانتماء عنده دي مش رفاهية، دي حاجة هو بيتولد بيها ولازم يفضل مكمل فيها طول عمره. دي مش حاجة الإنسان يتعود عليها وخلاص، لا، ده حاجة نفسية أساسية موجودة فيه من أول ما يتولد. النظرية بتقول إن كل إنسان عنده دافع أساسي إنه يبني علاقات مستقرة مع الناس اللي حواليه، ولكن مش أي علاقة كده وخلاص. العلاقة لازم يتحقق فيها شرطين. اول شرط ان يكون في تواصل مستمر بينك وبين الشخص ده، يعني مش تشوفه مره كل سنه، لا، لازم يكون في تواصل مستمر بينكم. تاني شرط ان يكون في اهتمام متبادل بينك وبين الشخص ده واستقرار، مش مجرد ان انتوا بتتكلموا كتير وخلاص. وده يودينا المثال، لو انت مثلا عندك اتنين صحابك، واحد بتكلمه كتير طول الوقت وبتقابله كل يوم، وواحد تاني بتكلمه كل اسبوع ولا كل شهر، ولكن عارف ان انت لما هتكلمه في احتياج هيجيلك وهيقدرك. فكده العلاقة الصحيحة موجودة مع الشخص اللي انت متأكد في وجوده وقت الحاجة ليك. وقبل ما نخش على الجزء اللي بعد كده، نخش دلوقتي احنا عندنا بوش النهاردة، هنخش مجموعة انكلاين بالتأتين بإذن الله. طيب لو علاقات مهمة أوي كده، ليه بعد ما تبقى قاعد مع صحابك يوم كامل مثلا ترجع البيت تحس إن أنت خلاص كده تعبت وزهقت، تبقى قاعد عاوز إنك تقعد لوحدك، مش عاوز حد يكلمك؟ هل ده مثلا بسبب إن أنت كرهتهم مثلا؟ أكيد لأ. والناس بتفسر الموضوع دوت بحاجة يعني غلط، اللي هو مثلا يقول لك إيه، يمكن أنا بقيت شخص انطوائي، يمكن أنا مبقتش بحب الناس. ولكن لأ، الموضوع أبسط من كده بكتير. من هنا بيجي مصطلح في علم النفس اسمه الإرهاق الاجتماعي، وهو انك تبقى راجع بعد يوم مثلا مع صحابك تحس ان انت خلاص كده مستنزف، كفايه كده. مش لان هم وحشين او لان القعده كانت وحشه، لا، بسبب ان انت طاقتك الاجتماعيه استنزفت مش اكتر. ليه طيب الكلام ده؟ لان انت دماغك وانت قاعد بيحصل لها حاجه اسمها كوجنيتيف لود، اللي هو يعني طول ما انت قاعد دماغك بتفضل ان هي مركزه على ان هي تسمع وان هي تتكلم وان هو يحاول ما يقطعش اللي قدامه، تعبيرات الوش، الحاجات دي كلها دماغك في نفس الوقت بتحاول ان هي تعملها عشان تقدر تخليك ان انت سوشيالايز او تتكلم مع الناس بطريقه مفهومه. تخيل ان عندك بطاريه، مش للموبايل، لمخك انت. بطاريات كل ما تكلم حد تستنزف منها حته، كل ما تركز مع حاجه تستنزف منها حته. البطاريه يحصل لها ايه؟ تخلص في الاخر. عشان كده
كل ما تقعد مع صحابك 3 ساعات حاجة تحس إن أنت مستنزف أو مستهلك ذهنيا، مش بسبب إن هم وحشين، بالعكس خالص، بل بسبب إن أنت استهلكت أو بطاريتك خلصت. وهنا العلماء بيفسروها فعلا إن حاجة اسمها البطارية الاجتماعية. البطارية الاجتماعية إن هي بتستنزف كل ما أنت استهلكت اجتماعيا أكتر. بتفرق من شخص للتاني على حسب انت شخصيتك عامله ازاي. تفرق طبعا من الانتروفيرت للاكستروفيرت، الشخص الانطوائي للشخص الاجتماعي تفرق بالنسبه له، ده بطاريته اقل بطاريته اكبر. حتى الشخصين لو اجتماعيين ممكن ده بطاريته اكبر وده بطاريته اقل، كل واحد تفرق له بسبب كذا حاجه، واستهلاك ذات نفسه بيختلف من وقت للتاني. انا بحب اشبهها زي تمرين الرجل. لو اتمرنت رجل مثلا وروحت البيت مش تحس ان انت عضلاتك وجعاك، هل ده بسبب ان انت اتمرنت غلط او ان انت اتصبت مثلا؟ لا بالعكس، ده بسبب ان انت استعملت ده بالظبط نفس اللي بيحصل مع العلاقات الاجتماعيه او ذهنك لما بتستعمله في العلاقات الاجتماعيه. بيستعمل فبيستهلك فبيحتاج ان هو يرتاح. طيب زي ما قلنا ان العلاقات بتستنزف مننا، هل كلهم بيستنزفوا نفس الشكل نفس الكميه؟ لا اكيد لا، كل حاجه بتختلف عن التانيه. مش كل الاشخاص بتستهلكها بنفس الطريقه. كل شخص يعني علاقته بتتطلب استهلاك مختلف عن التاني. ممكن تقعد مع واحد 5 ساعات وتحس ان انت عادي ما زهقتش، ممكن تقعد اكتر. ممكن تقعد مع واحد تاني 20 دقيقه بس ترجع تحس ان انت عاوز تنام. هل ده معناه مثلا ان هو وحش؟ لا. ولا معناه مثلا انت بتحب الشخص التاني اكتر؟ لا. ولكن هي كل علاقه بتتطلب مجهود مختلف عن التاني. ده انا اعرفه. في كذا سبب بيخلي استهلاك العلاقة أكبر من التاني، على حسب الشخص اللي قدامك عامل ازاي، وعلى حسب كذا سبب تاني مختلف. ايه هما؟ سلامتك النفسية، هل انت قادر ان انت تبقى نفسك مع الشخص ده، ولا بتتصنع او بتحاول انك تداري حاجات؟ على حسب هو ايه بالنسبة لك، تحاول ان انت متظهرش نفسك الأصلية قدامه لأيا يكن السبب. تاني سبب هو حجم المجموعة، اللي انت قاعد في وسطهم دول كام واحد بس، مخك يركز مع واحد بس ان هو يشوف تحركاته او ردود فعله او يركز معاه. ولكن تبقى قاعد مثلا قاعد مع 5، فمخك هيبقى مركز مع ال5 عشان يحاول يتوقع منهم كل حاجة. طيب تالت سبب هو البيئة بتاعتك اللي انت قاعد فيها دلوقتي عاملة ازاي. انت قاعدين مثلا في كافيه مثلا هادي، ولا انتوا قاعدين في فرح؟ انت لو قاعد في فرح في وسط الزحمة دي كلها، اكيد طبعا هتحس ان انت مجهد اكتر من اللازم عن طريق عن مثلا ما تكون في مكان هادي. رابع سبب والاخير واللي هو نوع المحادثة اللي انت بتتكلم فيها ديت ايه، شغل ولا ده هزار مثلا؟ هزار انت مش مستني منه حاجه، فمخك بيودي ويجيب عادي من غير ما هم يبقى بيحضر حاجه. ولكن شغل فانت بتبقى مركز عشان بتحاول تحضر معلومات او بتحاول انت تقدم حاجه. في الحاجات دي كلها بتزود استهلاك دماغك للبطاريه اللي اتكلمنا عنها ايا يكن السبب، فهو موجود في الاسباب ديت. ده بيخلي بطاريتك تستهلك مع شخص او مع مكان او مع حاجه اكتر من مع حاجه تانيه.
ببساطة المشكلة مش إنك بقيت انطوائي أو الناس بقت مملة أو إنك بتكرههم، ولكن المشكلة إن في علاقات بتخليك تبقى نفسك، وعلاقات تانية بتخليك تفضل مراقب نفسك أو تفضل تمثل إن أنت شخصية مختلفة لأجل الهدف اللي أنت عاوزه أيا يكن إيه هو السبب. طيب دلوقتي لو كل قعدة بتستهلك وأنت كده، يبقى المنطقي إحنا نقعد لوحدنا، صح ولا إيه؟ ولكن لأ، مش بالضروري، لأن في فرق كبير بين إن أنت تبقى لوحدك وإن أنت تحس إنك لوحدك. الوحدة عبارة عن 3 حاجات: الوحدة المختارة أو الخلوة، ودي إن أنت اللي بنفسك تختار إن أنت عاوز تقعد لوحدك شوية عشان تفكر أو عشان تعيد أفكارك. زي ما إحنا عارفين القعدة لوحدك بيخليك إن أنت تعيد تشكيل يوم والتفكير فيه، تخليك إنك تقدر تفكر فيه أكتر وتحله أكتر. والوحدة المؤلمة اللي هي تحس إن أنت وحيد، ودي مش شرط إنك تبقى قاعد لوحدك، أنت ممكن تبقى قاعد في وسط 100 واحد وتحس برضه إن أنت قاعد لوحدك. تالت حاجة هي العزلة عن الناس، وديت إن أنت بقى فعلا تبقى قاعد لوحدك ومتوصلش مع أي حد وقاعد مع نفسك. ففرق كبير قوي إن أنت تبقى قاعد لوحدك وإن أنت تحس إن أنت لوحدك. وعشان تعرف انت انهي نوع من ال3 محتاج تسأل نفسك 3 أسئلة بالظبط. هل الوحدة اللي فيها ديت انت اخترتها بمزاجك ولا انفرضت عليك؟ تاني حاجة، هل لو حبيت ترجع للناس تقدر ترجع عادي ولا مش هتلاقي حد ترجع له؟ تالت حاجة، بعد ما تخلص الوقت اللي انت قعدت لوحدك ده هتحس بايه؟ ان انت مرتاح ولا هتحس ان انت مهموم اكتر ومثقول اكتر؟ لو حسيت ان انت بعد الوقت ده مرتاح وان انت قادر ان ترجع للناس عادي براحتك وعندك ناس ترجع لها، فانت في عزلة صحية انت اللي مختارها بنفسك، خلوة من الاخر، انت اخترت انت تقعد مع نفسك تعيد تشكيل حياتك لوحدك. بس مش كل قعدة لوحدك تعتبر راحة. لو قعدت لوحدك ومسكت الفون وقعدت تقلب في الريلز فانت كده بتستهلك مخك. في حاجة الناس بتسميها المي تايم، وقت تخصصه لنفسك تقعد فيه من غير ما تستهلك أكتر، فتدي فرصة لمخك إنه يعيد ترتيب اليوم والأحداث اللي فيه والحياة اللي في دماغك. تمشي أو تقعد من غير موبايل حتى خالص، تقعد مع نفسك ما تعملش أي حاجة، تلعب كارديو، تعمل حاجة ما تضيفش لمخك جديد، فمخك مش هيضيف له جديد، هيبدأ يحلل اللي حصل في اليوم ويبدأ يحلل أخطائه والحاجات اللي عملها فيها. في أسئلة مخك بيبدأ يسألها لنفسه أول ما يقعد لوحده: هل أنا مش صح؟ طيب هل أنا بعمل اللي أنا عاوزه ولا بعمل اللي الناس عاوزاه مني؟ هل أنا لو أنا متضايق ليه؟ الحاجات دي كلها بيبدأ يسألها نفسه طول ما هو قاعد لوحده في المي تايم بتاعه. يمكن عشان كده احنا محتاجين للناس ومحتاجين اننا نقعد لوحدنا وحدتنا المختارة اللي احنا اخترناها بنفسنا، لان الناس تحسسنا بالانتماء وبتلبي شعورنا بالانتماء، والوحدة اللي انت بتختارها وتقعد فيها مع نفسك بتخليك تبدأ تعيد تشكيل يومك وتسمع نفسك وتعرف ايه اللي حصل وايه اللي انت عاوز تعمله. أول حلقة كنا بنسأل ليه ساعات نحتاج الناس وليه ساعات نحتاج نبقى لوحدنا. ويمكن احنا بكل بساطة بنسأل السؤال الغلط، لأن الإنسان ببساطة مش محتاج إن هو يختار بين الاتنين، هو محتاج يعرف إمتى يختار يبقى لوحده وإمتى يختار يبقى مع الناس. المشكلة عمرها ما كانت في إن احنا محتاجين الاتنين، ويمكن عشان كده مش المفروض إنت تسأل نفسك أنا شخص اجتماعي وأنا عاوز أقعد لوحدي، لأ، محتاج تعرف إمتى تبقى ده وإمتى تبقى ده.